السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي الكرام، تحية لكم منين ما تكونوا وفين ما تكونوا. معاكم أحمد عبد المجيد في كلمتين للخير إن شاء الله، من مدينة ليستر بريطانيا. الشارع اللي أنا ماشي فيه ده حضرات زي ما زي ما حضراتكم شايفين أهو. كله منور، الأرض بتاعه بتلمع. ها، اتكنست مرتين النهارده واتغسلت. وده البيوت الانجليزيه، شوف اهي منوره، ها، النور مش قطع عنها ولا حاجه. قال لك بريطانيا هتتجمد، الحق يا محترم، بريطانيا مش لاقيه غاز. ودي عاطفه، بص دي عاطفه يا محترم. شايف الناس الفقراء عايشين فين؟ دي بيوت الناس الفقراء. افقر حاجه في انجلترا قدام منك اهي. البيت اللي قدام منك ده ب120 130 الف. وشوف عاملين ايه لسكان الحارات. الكشافات دي بتشتغل بشحن الطاقة الشمسية، ضوء النهار يكفيها. الكشافات دي قديمة، كانت الأول بتشتغل بالزيت، وبعد كده اما الكهرباء دخل بقى بتشتغل بالكهرباء، وبعد كده عملوها سولار بانل، يعني طاقة شحن شمسية. وادي الشوارع قدام منك، الدنيا يا دوب لسه بتضلم. المغرب. النهارده ايه؟ النهارده الاثنين كان في ايام ربنا 6/3/2023. قلنا نصور لكم الشوارع هيا. طبعا لو الناس اللي جوه في البيوت دي مش لاقيه تدفئه ولا لاقيه كهرباء، ما كانتش الانوار اللي زي دي ولعت علشان الشوارع كلها تنور. وده محترمين، طريقة عادية هو وشوارع عادية خالص. اتفضل يا محترم. الشوارع قدام منك اهي، كل العواميد قدام منك اهي منوره وزي الورد. ها، وهذا تكملة الشارع اللي احنا ماشيين فيه، مقفول اهون علشان ما فيش عربيات تدخله. منطقة سكنية، بيحترموا الناس. ها، بيحترموا الناس. وزي ما انت شايف الشارع هتلاقيه منور على الصفتين الاتنين. الكشافات اللي الناحية دي منورة، والكشافات اللي الناحية دي منورة. وهذا البيوت الانجليزية هي كلها منورة من جوه، مفيش حد مقطوع عنه النور يا محترم. بص، كله منورة، كله منور. وهذا الجناين اهي بتاعت البيوت اللي قدام منك دي، علشان الناس تقعد وتروق فيها كده وتشرب شاي وقهوة وتظبط. بص الشوارع، الدنيا كانت بتشتي يا دوب لسه مبطلة بقى لهاش حوالي ربع ساعة. وطبعا زي ما حضرتك شايف يا دوب الأرض بتلمع. هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقول لك إن كان في شتاء هنا. طبعا الإعلام عندكم إعلام العار والشماتة والكذب والنفاق مستلمك. بريطانيا مش لاقية تاكل، بريطانيا مش عارف الناس فيها بتتجمد، ودايما متمسكين بكلمة بريطانيا دي للزبالة. دي موجود منها في الشارع ده حوالي 20 باسكت زي ده، والدكك موجود منها مثلا يمكن 50 أو 60 دكة في الشارع ده. والكشافات زي ما انت شايف، وكل ما هنمشي حتة صغيرة كل ما هنلاقي جنينة زي اللي عدت علينا دي، لأن هي دي الشوارع كلها هنا. شايف الدكك دي؟ منين ما نمشي هي دي اللي هتقابلك. وده كمان عطفة اهي، قافلينها على أهلها ببوابة هي. بيوت الفقراء هي حضرات. الشارع اللي انا ماشي فيه ده ما تلاقيهوش في العاصمه الاداريه بتاعه. عارف العاصمه الاداريه بتاعه اللي طلع لك بيها القلعه؟ الشارع ده ما تلاقيهوش فيها. وانا بقول لك ومتاكد من اللي انا فيه، من اللي انا بقوله. الشجر ده لسه شتاء، ما الصيف يجي والورق بتاعه بيكبر وكده بيقفل على بعضه، تحس انك انت ماشي في الجنه. وده كاتدرائيه قديمه ها. طبعا هم مستلمين بريطانيا لان بريطانيا دخلت محمد ناصر ومعتز، وهم كان نفسهم عملوا المستحيل. ها، عملوا المستحيل علشان محمد ناصر ومعتز ما يجوش هنا.
لكن حكومة بريطانيا قالت له دق دماغك في الحيط، هيجوا غصب عنك. وبناء عليه مستلم لك بقى كل شوية. هذا كمان جنينة اهي، شايف الجنينة دي كلها كبيرة، دي علشان المربع اللي قدام منك ده، البيوت دي تاني جنينة نعدي عليه. وادي الدكك اهي قدام منك فاضية مش لاقية اللي يقعد عليها. شوف بقى الدكك دي هتقابلنا طول ما احنا ماشيين. اتفرج يا محترم على الصفتين الاتنين. فعلشان معتز ومحمد ناصر جم هنا يا سيدي، اعلنوا الحرب في اعلامهم القذر على بريطانيا يا عم. هذا كمان صندوق زبالة، جنينة هي لسه ماشيين قدام منها. وهذا العواميد، وهذا الدكك، هذا الدكك يا محترم. الشارع كله كده، شوارع بريطانيا كلها كده. اللي راكب السكوتر بتاعه ده ما بيتهزش، الشارع متسفل ونظيف وما فيهوش طوب ولا فيه مطبات. كل يوم والتاني بقى يطلع لك ببدعة جديدة. الشتاء داخل، بريطانيا هتتجمد. وده كمان عاطفة، حارة مقفولة على سكانها اهي يا عم. البيوت دي يا حضرات افقر بيوت في بريطانيا وارخصها، دي ارخص بيوت في بريطانيا. البيت اللي قدام منك دون بيعمل له حوالي 120 130 الف بالكتير. دي اول الناس ما بتتخرج من الجامعة بتشتريها، لحد ما يشد حيله كده ويترقى في كام شغلانة ويبقى يطلع بعد كده على الريف، على الريف الانجليزي، يشتري له بيت اكبر واجمل. شوف صناديق الزبالة، واحد اهو. تعالى كده نمشي كام خطوة، عد كده، 1 2 3 25 خطوة بالظبط. وده صندوق كمان اهو، وده دكك اهي، وده دكك اهي، وده يا سيدي النور اهو. كوبري، الشارع معدي من تحت، طريق معدي من تحت الشارع، صمم له كوبري. شوف الكباري عاملة ازاي، بص اتفرج. ولا واحد عامل عليها بيبيه، ولا واحد قاعد بيشحت عليها. وده الطريق تحت اهون. اللي قدام منك هناك في الاخر دي محطة القطر. البلد دي هي اللي اخترعت القطورات يا محترمين. وده الطريق اهون معدي من تحت الشارع، لا لغاه ولا دمر الشارع ولا غير فيه ولا غير مبنى. تفهمني؟ غيرش الشارع اهون، امتداد اهو، قام راح جاي فحر للطريق من تحت وعامل كوبري من فوق وخلصت، والشارع كمل زي ما هو. ليه؟ اصل في مباني في الشارع دون من 1800، وفي مباني كمان من 1700. تصدق او ما تصدقش، العواميد اللي قدام منك دي من 1700. ها، للزبالة دكك. كل شارع فيه خريطة زي اللي قدام منك دي، تقول لك تروح فين وتيجي منين. للزبالة، وفيها من فوق طفاية للسجاير. اتفضل. البيوت اللي قدام منك دي، اي بيت من اللي انت شايفه دون تمنه 120 الف جنيه. ده بالظبط بيت، الباب والاتنين دول بيت، والاتنين دول بيت اهو. الجنينة بتاعه قدامه وفي جنينة وراه. ده ب120 الف جنيه يا حضرات، 150 الف جنيه لو متشطب كويس. اتفضلوا. وده الشارع اهو قدام منك. طبعا اللي هيلاقي كل 10 متر صفيحة زبالة عمره ما هيرمي ورقة على الأرض. إما بنشرب سيجارة بندور على بتاعة الزبالة دي وبنحط فيها عقب السيجارة يا سيدي. وده البيوت الإنجليزية هي كلها على يمينك. البيت اللي قدام منك ده كبير شوية، ب220 ألف جنيه أهو، لأن ده كبير شوية. جنينة قدامه والجنينة الأساسية وراه يا سيدي. شوف البيوت، بص البيوت. طبعا طول ما انت ماشي معايا طول الطريق العواميد شغالة هي، مفيش واحد فيهم مطفي إلا نادر، ولو مطفي لسبب معين هيجوا يصلحوه، ما تقلقش. وده البيوت اهي، ناس هادية تسمعش صوتهم، لأن الإزاز ده لما بيتقفل محكم ما بتسمعش صوت اللي جوه ولا اللي جوه بيسمع صوت اللي بره. وكله دلوقتي هتلاقيه قاعد قدام التلفزيون، اتعشى وقاعدين خلاص خلصوا اليوم يا سيدي. عم يناموا. كاميرات اللي انت شايفها قدام منك دي كاميرا، موجود منها في الشارع ده حوالي 4. بريطانيا أكبر دولة في العالم فيها كاميرات، حوالي 15 مليون كاميرا
بمعدل كاميرا لكل 4 مواطنين، بس مش عشان تتجسس عليهم، مش زي اللي عندكم، ولا عشان تحلبهم وتاخد منهم فلوس. دي فعلا بتحافظ على الامن والامان. ها، ده شارع عادي جدا جدا. حاجة برضو اللي طالعين فيها الاكل والشرب. بريطانيا ما فيهاش خضار، بريطانيا بيقطعوا بعض على الطماطم والبطاطس ومش عارف وايه وايه. بريطانيا ما فيها مجاعة، لا اله الا الله. صورنا لكم السوق بتاع الخضار 1000 مرة. ها، وعلى فكرة سوق خضار المدينة اللي انا فيها غالي. الناس اللي عايشة في لندن لو صورت سوق الخضار بتاع لندن ارخص من بتاع ليستا اللي انا فيه. صورنا لكم الجزارين الحلال بدل المرة 20 مرة. وورينا لك الزبالة اهي. شايف طفاية السجاير؟ طفاية السجاير اهي، زبالة دكة اهو، وده كمان دكة. اتفرج على البيوت الانجليزية القديمة، اتفرج، شوف الشارع. دنيا لو شتيت 100 يوم مش هتقف فيه نقطة مية. وصورنا لكم السوبر ماركتات هنا. البلد دي قلنا لكم بدل المرة 100,000. اللي حالته متكحرطة هنا بياخد 11 جنيه في الساعة. وفي ده في المناطق اللي أنا فيه في لندن الحد الأدنى للأجور أعلى، بس هنقول يا سيدي خلاها 11 جنيه في الساعة. ورينا لكم كيلو اللحمة ب7 جنيه، يعني 11 جنيه بتجيب كيلو ونص لحمة. كيلو الفراخ على العظم اللي انتوا بتشتروه معرفش ب100 وكام، ب4 جنيه هنا. كيلو الفراخ المخلي ب5 جنيه، كيلو الوراك ب4 جنيه، كيلو الجناحة بحوالي 3 جنيه، كبد وقوانص ب3-4 جنيه الكيلو. الكبدة البقري يا محترمين تمنها بالظبط 3 جنيه الكيلو. وقلنا ان مفيش هنا ارخص من الاكل والشرب، ولا في اسهل من الاكل والشرب، لدرجة ان الزبالة بتاعت الناس لسه مازال اغلبيتها اكل وشرب. مش عايز يعني احلف لكم ان انا كل اسبوع بنظف التلاجة، بطلع الاكل اللي كلته، اكل وجبة ما خلصتش الا نصها ورميتها في التلاجة من كسلي وما اكلتهاش والكلام ده. بص البيوت. وبرمي كل اسبوع يمكن اكلي يكفي ناس، يكفي عيلة كام يوم. عمري ما جبت فرخة مشوية هنا وخلصتها. كبيري باكل منها الوركين والجناحين وخلصت. الصدر ده ما بلمسوش، ما بس بستسهل. عمري ما اشتريت فرخة هنا سليمة كاملة وخلصتها، استحالة. ليه؟ في غيرها اجيبه. ما بروحش اجيب فراخ وخلاص، لا، بجيب فراخ وبجيب لحمة وبجيب مش عارف اسماك. كيلو السمك هنا بأقل من 10 جنيه. لو جبت فرخة واكلت منها وجبة النهاردة وجيت مثلا اكلت منها تاني بعد منها بيوم ولا بيومين، خلصت، مش همد ايدي عليها تاني. في اخر الاسبوع اكتر من نصها بيترمي. حرام طبعا التبذير، بس هتعمل ايه؟ الحياة بتمشي معانا هنا اغلبيتها كده. طب الفرخة اللي انت جبتها ورميت نصها دي بكام يا استاذ؟ ب6 جنيه. ب6 جنيه، يعني بروح بال11 جنيه. دايما اليوم اللي بحب استسهل فيه في الاكل والشرب بروح الفراخ المشوية. بتبقى الفرخة طالعة من الشواية جاهزة ومعمولة بقى متبلة من جوه بالبصل وبالثوم وإيش بالكاري الهندي. هات اللي انت عاوزه، هات اللي انت عاوزه. وبجيب معاها مثلا عيش، وبجيب معاها مثلا خضار والسلطات والكلام ده. كل ده والله ما بصرف ال11 جنيه. والفرخة استحالة اخلصها لوحدي، دي كبيرة بتاع حوالي كيلو ولا كيلو، بتاع حوالي كيلو ونص 2 كيلو اسف. كيلو الوراك مطبوخ 3 جنيه، باربيكيو معمول على الفحم متغلف جاهز. كيلو الزيت بحوالي 2 جنيه و30 قرش، يعني شغل ساعة بيجيب حوالي 5 لتر زيت. تفهمني؟ هذا الاكل والشرب. وبرضه مش راح منهم، عمالين برضه ماسكينهم انجلترا انجلترا. الله يحرق اهاليكوا يا شيخ. علم واطي، علم كفر، علم قليلة الادب، علم قليلة الادب. العجل ده اليوم 24 ساعة 5 جنيه، والساعة بحوالي 40 قرش. عجلة السيسي دي فيها موتور بتشحن وهي واقفة علشان الناس تنزل تسيب العربيات وتعمل.
والحياة في حاجات بترخص فيها، يعني الاكل والشرب في حاجات بتزيد معاك، لكن في حاجات والله بترخص. يعني مثلا البنزين رخص، بنزين كان ب 190 اللتر من فترة بسيطة، دلوقتي نزل ل 130. انت فاهمني؟ ده للعجل. دي تقسيمة الشوارع. للعجل للمشاة ادوا 3 مرات طريق، هتلاقي الناحية التانية عجل وهتلاقي مشاة. كل تقسيمة الشوارع هنا كده. البنزين رخص، يعني في حاجات بترخص، ولما بترخص الحكومة صريحة. تعالى يا عم اما نشوف كده في طماطم ولا لأ، وهل فعلا بيحطوا قفل على الحاجة زي الواد الخنزير اللي اسمه محمد قنديل ده بيقول ولا لأ. تعالى نشوف. اغلى سوبر ماركت هون في البلد يا سيدي. انا عايزك تشوف الاسعار، كلها جنيهات اهي قدام منك، كلها جنيهات، كل حاجة بجنيه اهي. الزيت اهو يا حضرات ب2 جنيه و30 قرش زي ما هو، ما زادش. لتر زيت كامل بجنيه و30 قرش. كيلو ملح بجنيه و40. مرق الدجاج ب195، 12 مكعب قدام منكم اهو، ما زادتش زي ما هي. ازازة خل ب2 جنيه. مايونيز هيلمانز ب2 جنيه 65، ب2 جنيه و90، ب2 جنيه و90. كل دي مايونيز. مستردة ب2 جنيه. مش عارف انواع صوصات تانية ب3 جنيه. الكاتشب، علبة الكاتشب دي كلها هاينز اهي، مش اي ماركة اهي، هاينز اهي ب44. تعالى كده اما نشوف فيه طماطم ولا لا. وعلى العلم ان جاي اخر اليوم. خدوا يا حضرات شيري طماطم، اجود انواع الطماطم. النص كيلو بجنيه و10 ساغ، يعني الكيلو ب2 جنيه و20 قرش قدام منك اهي. ده النص كيلو شيري طماطم بجنيه و15 قرش قدام منك اهي. شيري طماطم. البصل، البصلايه الواحده ب20 قرش، يعني الكيلو بحوالي جنيه ونص. التوم الاتنين دول ب20 قرش. البطاطس الكيس ده، كيس بطاطس اهو كيلو اهو قدام منك اهو ب65 قرش. الكيس البطاطس ده اهو قدام منك اهو. قد ايه ده يا سيدي؟ 2 كيلو ونص اهو. 2 كيلو ونص بطاطس اهي قدام منك اهو. 2 كيلو ونص بطاطس بجنيه 45 قرش. احسب الكيلو بكام. 2 كيلو ونص بطاطس بجنيه 45 قرش. شوف بقى انت الكيلو بكام. نوع تاني تشيري طماطو الكيلو ب2 جنيه. التفاح الكيلو بجنيه. في نوع تاني بجنيه 85، في نوع تاني بجنيه 85، في نوع تاني ب65. الموز الكيلو بجنيه ونص. الاناناس الاتنين بجنيه و10 ساغ. الكنتالوب الاتنين بجنيه 95. اتفضل يا محترم، انا جاي اخر اليوم. الكرنبيط بجنيه و10 ساغ. الكرنب الواحده ب75 قرش. اي نوع خضار قدام منك اهو. نص كيلو فاصوليا متنضفه جاهزه بجنيه 25 قرش. اتفضل. اسبراجوس ده اكل الاغنياء، الكيلو ب2 جنيه ونص. ده اكل الاغنياء، ده مفيد جدا جدا للكبد ولصحة المتجوزين يا سيدي. فول حريتي متنضف. شوف الفول الحريتي بيتباع هنا ازاي، متنضف جاهز. النص كيلو بجنيه ونص، الكيلو ب3 جنيه لانه ما بيتزرعش هنا. اتفضل يا محترم. ذرة الاتنين بجنيه اهو. ذرة اللي عايز يشوي مشروم النص كيلو بجنيه 25 قرش. سبانخ متنضفة جاهزة اهي في كيس، الكيلو بجنيه ونص. افوكادو الاربعة بجنيه وشيلن. الاربعة بجنيه و5 ساغ. بصل اخضر، بصل اخضر اهو قدام منك، التلاتة بجنيه و10 ساغ. بنجر متنضف جاهز، كيس فيه 5 300 جرام بجنيه و10 ساغ. العنب الكيلو ب2 جنيه منزوع البذر. البرقوق النكتورين اسف الكيلو بجنيه و60 قرش. اتفضل. انتوا شايفين ان في ازمة، شايفين ان في خناقات على الاكل. بص يا محترم، نص كيلو فستق، نص كيلو فستق ب6 جنيه. نص كيلو فستق اهو ب6 جنيه. نص كيلو فستق ب6 جنيه. تعال نشوف اسعار الفراخ. تعال نشوف اسعار الفراخ. الوراك، كيس وراك اهو قدام منك كامل اهو ب2 جنيه ونص. الفرخة كاملة اهي قدام منك هي ب4 جنيه و70. فرخة كاملة ب4 جنيه و70 قرش. شايف الاكل كل ده قدام منك متاح.
ب6 جنيه 60 قرش. فرخة مشوية اهي، فرخة مشوية كاملة اهي قدام منك اهي، اصورها لك من بعيد اهو. فرخة مشوية كاملة ب66. كيلو وراك، كيلو وراك مشوي ب93. فراخ قدام منك اهي، والاسماك قدام منك اهي. نص كيلو سمك ب55، نص كيلو استاكوزا مش عارف بكام. كل ده اسماك مخلية. شايف الاسعار؟ 4 جنيه، 5 جنيه، 6 جنيه. لحمة مفرومة الكيلو ب5.85. ضاني اتفضل. فرخة سليمة اهي قدام منك اهي، 4 جنيه 70 قرش اهي قدام منك اهي. دي ب4 جنيه و70 قرش. دي يا حضرات اهي 1400 جرام، كيلو ونص ب4 جنيه و70 قرش. 4 جنيه 70 قرش اهو. لحمة مفرومة الكيلو ب3 جنيه و60 قرش يا حضرات. جناحة فراخ كيلو، كيلو جناحة فراخ اهو قدام منك اهو. كيلو جناحة فراخ كامل ب3 جنيه و90 قرش. عارف لو جيت اخر الليل هتاخد كل ده ببلاش بنص التمن. زبدة، الزبدة هي اللي بقول لك عليها قفل، ما عليهاش قفل ولا حاجة يا محترم. الليو بارك اهيا افخم انواع الزبدة. الدنماركي 4 جنيه و70، وفي زبدة تاني ب2 جنيه ونص، وفي زبدة تانية اهيا ب2 جنيه و60. كل دي انواع زبدة قدام منك اهي ب3 جنيه مش عارف بكام. اتفضل ادي انواع الزبدة اهي قدام منك. تعالى كده اما اوريك. النسكافيه الكيلو النسكافيه ب7 جنيه، وفي ب7 جنيه و70، وفي ب8 جنيه. كيلو نسكافيه كامل اهو قدام منك. الشاي ب3 جنيه 300 باكت والكلام ده كله. تعال اما اوريك. الاندومي بجنيه 25. اي نكهة تعجبك. تعال. في ايه تاني؟ الاندومي قدام منك اهو. اي حاجة بجنيه 25، بجنيه و10 صاغ اللي بالخضار، بجنيه و15 اللي باللحمة. كل دي انواع اندومي. الصلصة بجنيه ونص. علبة الماكريل اهي بجنيه. علبة الماكريل بجنيه. علبة التونة 500 جرام ب4 جنيه. علبة الصلصة ب50 قرش. اتفضل يا محترم. تعالى كده نعدي على اي حاجة. البيض ب1 جنيه و60 قرش الستة اهو. 6 بيضات اهو، 6 بيضات اهو اورجانيك ب1 جنيه و60 قرش. العشرة العشرة قدام منك اهو ب2 جنيه و30 قرش. دول 10 الكبار. السكر الكيلو ب90 قرش. العدس الكيلو ب160 قرش. الكمون والكلام ده ب130 قرش الربع كيلو. كل ده ربع كيلو كمون وبهارات. الصلصة علبة الطماطم بتاع الصلصة ب50 قرش. الكاجو اهو قدام منك ب6 جنيه 40 قرش. الفستق ب6 جنيه. النص كيلو عين الجمل نص كيلو متنضف جاهز ب4 جنيه 60. العيش تعالى يا سيدي اما نشوف العيش. العيش قدام منك اهو. لوف العيش التوست بجنيه 55، بجنيه 55، بجنيه 55، بجنيه و40، ب95. ده لوف عيش كامل توست اهو. ده بيكفي عيلة يوم بجنيه 55، ب95، 95 تحت هناك اهو. ده لوف كامل. كل دي انواع عيش اهي قدام منك بجنيه، بجنيه 45، بجنيه مش عارف وكام. كل دي انواع عيش قدام منك اهي. حلويات شوكولاتات ب2 جنيه. حاجة الفطار كلها جافا كيك الحاجات بتاعت العيال كلها قدام منك اهي. شايف الاسعار؟ بص اهو. دي ب2 جنيه و50 قرش اهي. شايف كام واحدة كاب كيك؟ انضف انواع الكاب كيك 2 4 12 كاب كيك ب2 جنيه ونص. كيكة كاملة ب8 جنيه. اتفضل. بص بتاع الفطار بجنيه و15 قرش. الوافلز اللي بتحط عليه ايس كريم. كل انواع العيش بتاع الهمبرجر والكلام ده كله. شوف الاسعار 2 جنيه وشلن. ده في كام واحد؟ 1 2 3 4 5 5 اهو قدام منك اهو. شايف الاسعار؟ بص 2 جنيه و90 مش عارف كام. والعيش اللي هنا قرب يخلص اهو يا سيدي. اللي تحته قدام منك ده ب90 قرش، والباقي كله خلص لان احنا اخر اليوم. شايف اسعار العيش؟ بص بالسمسم 1 2 3 4 8
8 اهم. بيجل الامريكي بجنيه 85، بجنيه 55. بص اسعار العيش، الكرواسون ب2 جنيه 35. اتفضل. البيض ب2 جنيه 85، ال15 ب2 جنيه و90، العشرة ب2 جنيه ب3 جنيه و20، ال15 ده بكام؟ ده 3 جنيه 45. العشرة في انواع بجنيه و60، ارخص حاجه جنيه و60. اتفضل. عايزين تشوفوا اي حاجه تاني في البلد اللي مش لاقيه تاكل؟ اسباجيتي نص كيلو ب95 قرش، دي منزوعه النشويات. اسباجيتي نوع تاني نص كيلو اهو بجنيه. شايف مكتوب على صنع فين؟ ايطالي، الايطالي الاصلي. اي مكرونه نص كيلو بجنيه، اي مكرونه النص كيلو بجنيه، لازانيا اي حاجه النص كيلو بجنيه. بص الاسعار اهو قدام منك اهو، وكله مصنوع في ايطاليا عن امك. اتفضل. انواع الصلصات، انتوا شايفين ان البلد دي فيها مجاعه يا محترمين؟ انواع الصوصات اهي قدام منك. شايفين ان البلد دي فيها مجاعه؟ الخضار قدام منك اهو، في اخر اليوم مش لاقي اللي يشتريه. احنا ما بناكلش هنا طماطم، احنا بناكل شيري طماطم بس. الكيلو ب2 جنيه زي ما حضرتك شايف. السفندي الكيلو ب2 جنيه. اتفضل. ادي البلد اللي مش لاقيه تاكل، وده اغلى سوبر ماركت يا عالم يا واطيه. اتفضل. ربع كيلو شيدر، ربع كيلو شيدر ب 200 جنيه و80 قرش. في السوق الكيلو ب8 جنيه. نص كيلو شيدر، كيلو شيدر ب6 جنيه و10 ساغ. اتفضل. تعال ما نجيب لبن يا عم. زبادي وعصاير قدام منك ايه بجنيه و80 مش عارف وبكام وبكام. اللبن اهو يا سيدي. فين اللبن اللي انا بجيب منه؟ اهو قدام منك اهو ب170 اهو. 3 لتر لبن اهو ب170. 3 لتر لبن. عصير برتقان 3 لتر ب170 ب135. اتفضل. ب25 3 لتر، ب53 2 لتر. الزبادي قدام منك اهو ب85، بجنيه و50 الاتنين، ب2 جنيه وربع. ربع كيلو زبادي، ربع كيلو زبادي ساده بجنيه وريال. اتفضل. ازازه الميه المعدنيه ب75 قرش، 75 قرش، ب50 قرش، ب65، ب140. كل دي ازاز ميه معدنيه. حلويات بفريتا رولز، الكلام ده كله. شايف الاسعار؟ 185 175. انا الاسعار زبده، الزبده كلها قدام منك اهي ب2 جنيه، ب2 جنيه، 245، 375. اغلى حاجه اليو بارك الهولندي البرتغالي ب74. وده كيلو الشيدر اهو قدام منك ب6 جنيه و10 ساغ. اي خدمه. حمص مش عارف ايه، جميع انواع السلطات. شايف الاسعار؟ جنيه 95، جنيه مش عارف وكام، 4 ومش عارف وكام. دي فطاير باللحوم. كل دي قدام منك. وده اللحوم النية، وده اللحوم المطبوخة. اتفضل. شوف اسعار اللحوم النية. المفروم ب73، ب375، ب65 الكيلو، ب585 كيلو اللحمة المفروم الضاني. والفرخة قدام منك اهي كيلو ونص ب4 جنيه و70 قرش. هي دي البلد اللي مش لاقية تاكل؟ مش مظنش، مظنش. الشيبسات والكلام ده كله الحجم العائلي زي ما انت شايف جنيه و15، 2 جنيه 45، 2 جنيه 25، 2 جنيه 35. كل دي الحجم العائلي اهو قدام منك اهو. كل دي انواع شيبس. البرينجلز كل انواع البرينجلز هي بجنيه و90. برينجلز اهو اهو اهو. اللي فوق ده بجنيه ونص 6 اكياس شيبس في كيس كبير. كل انواع البرينجلز قدام منك اهي 190، 2 جنيه مش عارف وكام. مفشر، كيس مفشر كامل بجنيه. الشيبس 12 كيس شيبس اهو بقول لك 12 ب3 جنيه و40. دي بقى اسمها العروض. كل دي انواع شيبس قدام منك اهي 2 جنيه 25. شايف انواع الشيبس قد ايه؟ واخده لوح لوحدها. ما كل انواع الشوكولاتات قدام منك اهي. كادبوري بجنيه 35، جنيه مش عارف وكام. كل انواع الشوكولاتات اهي بجنيه 35، بجنيه ونص، ب90 قرش. جافا كيك مش عارف بكام. إيه هوهوز مش عارف ايه. ميه معدنيه شويبس 185 ال2 لتر. اتفرج. كوكا كولا
كوكا كولا 2 4 6 8 ب3 جنيه ونص. الكوكا كولا الكبير 2 لتر ب 2 جنيه و20 قرش، بجنيه و70 قرش. البيبسي ب 2 جنيه و70 قرش البيبسي الكبير، والكوكا كولا الكبير ب 2 جنيه، ب4 جنيه ونص التمانية. بيبسي مش عارف بتلاتة وكام. كل ده بقى بالدستات. شايف الأسعار؟ بص الأسعار، 3 جنيه، 2 جنيه، 3 جنيه، 2 جنيه. الريد بول الأربعة ب5 جنيه، الأربعة ب5 جنيه 35، آسف، الأربعة بقول لك الأربعة أهو ب5 جنيه 35 قرش. العصاير الستة الأوتو ب6 جنيه 25 قرش. الشوكولاتات اهي قدام منك، الكيت كات، لوح الكيت كات ده كله بجنيه وعشر ساخ. بص اسعار الشوكولاتات، 175، 120، 170. كل دي انواع بسكوت وشوكولاتات قدام منك اهي، بسكوت وحاجات من دي، نسكافيهات والافلام اللي قدام منك اهو. مربى بجنيه وستين قرش، بجنيه وستين قرش، بجنيه وستين قرش، بجنيه وستين قرش. عسل ب4 جنيه و90، ب2 جنيه، بجنيه، ب2 جنيه و15، ب2 جنيه و10 ساخ. كل دي انواع عسل. انواع الشاي قدام منك اهو، بتاع الشاي اللي قدام منك ده فيه 300 باكو بكام يا محترم؟ ب2 جنيه ونص اهو قدام منك اهو، ب2 جنيه ونص. جميع انواع نكهات الشاي 2 جنيه، مش عارف 2 جنيه وكام. كيلو نسكافيه زي ما قلنا ب8 جنيه وربع. اي خدمة عايزين اصور اي حاجة تانية قبل ما امشي، اي خدمة، وابقى سلم لي على محمد اسمه ايه دون اللجنة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم احمد عبد المجيد يا محترمين من مدينة ليستر انجلترا. 6/3/2013 الاثنين. شكرا.